الله تعالى وبركاته. معكم اخوكم محمد من قناة محمد تي في 1. لنا لكم مقطع جديد وفيديو جديد. مقطع اليوم عبارة عن قصة صارت أحد الشباب، بس قبل ما نبداها يا ريت ما ننسى نصلي ونسلم على حبيب المصطفى عليه الصلاة وتم التسليم، وأيضا نذكر الكرام اللي عند ذكرهم يحضرون. نقول بسم الله وعلى بركة الله. القصة تحكي أو تدور حول بيت مهجور في منطقة جبلية في منطقة عسير تحديدا. يقول أهل القرية إنه البيت هذا كانت فيه عائلة زي أي عائلة عايشين. يقول فجأة بين الليلة وضحاها العائلة هذه كلها ماتت بطريقة غامضة. نعم، ماتوا بطريقة غامضة ومرعبة الآن ما أحد يعرف تفسيرها. ما تبقى منهم إلا الأم، لكن الأم مختفية ليومنا هذا. يقول ما أحد يعرف مكانها أو طريقها أو أحد سمع عنها خبر. انتشرت سمعة البيت هذا في كل أنحاء المنطقة والناس سمعوا فيه وإلى آخره، إلين ما وصل خبر البيت هذا إلى أحد الأشخاص اللي يعتبرون مغامرين. فقرروا أنهم يروحون إلى المنطقة هذه حين إلى عسير عشان يكتشفون البيت هذا ويثبتون أنه الكلام اللي ينقال عليه مجرد خرافات وإشاعات لا أكثر ولا أقل. وفعلا اتفقوا أنهم يتجهون المنطقة هذه بحكم أنهم أصلا كانوا قريبين منها، يعني المساحة اللي كانت بينهم وبين المنطقة هذه ساعات قريبة فقط. المهم اتفقوا على الساعة 12 منتصف بالليل أنهم يتوجهوا إلى المنطقة هذه ويقعدوا في البيت مجرد يدخلون البيت لمدة ساعة ويطلعون منه. فعلا راحوا عين الله خير ووصلوا المنطقة هذه تحديدا من البيت هذا الساعة 12 بالليل. ويوم وصلوا لقوا البيت مقفل بسلاسل وبقفل. حاولوا انهم يشيلون السلاسل هذه والقفل، وبعد محاولات وجيزة وصعبة قدروا انهم يشيلون السلاسل هذه ودخلوا الى البيت هذا. طبعا اول ما فتحوا الباب طلعت منه ريحة غبار قديمة وريحة لحم كأنه محروق. كل هذا ما اهتموا. فجأة طلعوا كشافاتهم وبدأوا يكشفون في كل مكان، إلا حرفيا البيت من جوا متهالك، حرفيا متهالك. أنا أقول من بدأنا نكشف ونشوف ونستكشف البيت هذا إيش يقال عنه. يقول من دعنا نخطي خطوة واحدة إلا نسمع الصوت جاي من الدور فوقنا، صوت خطوات خفيفة بسيطة. يقول قررنا أن نطلع الفوق على طول مباشرة ورحنا ركض تجاه الدرج. يوم وصلنا الدرج اكتشفنا أن الدرج متهالك، يعني لازم نطلع بحذر وبشويش. وفعلا والله طلعنا بحذر في الدرج لين وصلنا إلى الدور الثاني. طبعا البيت عبارة عن دورين، الأرضي والدور الثاني اللي احنا فيه. المهم يوم وصلنا الدرج الثاني أو الدور الثاني يعني فيه أغراض قديمة جدا متهالكة، من كراسي من أثاث منزل متهالك. يقول خوينا خالد اللي قدامنا بالمناسبة كان اسمه خالد، يقول طلع كشاف ولا يكشف كل زوايا الدور الثاني هذا، وجاء كشاف على زاوية من الزاوية اللي شاف فيه منظر مرعب جدا. يقول شفنا امرأة عجوز جالسة في هذه المنطقة جالسة تغني وتهمس بأغاني كأنها شايلة طفل في يدها وجالسة تغني له وتهدي. يقول خالد ما تردد، سوف الشجاع قام قال لها من انتي؟ طبعا ما ردت عليه، ولكن الحركة اللي سوتها خلت اخوياي اللي وراي ينحاشون الصوت. يقول حرفيا التفت عليهم ببطء شديد وهدوء جدا ورفعت راسها ويوم شاف وجهها يقولون حرفيا كأنه عبارة عن حفرة سوداء ظلام ما في اي ملامح مرة. يقول من قوة المنظر من الخوف ومن سوء المنظر من الخوف من الرعب احنا ثلاثة اللي كنا وراه ركضنا مباشرة ونزلنا من الدور الثاني وطلعنا من البيت. يقول رحنا ابتعدنا عن البيت لين ما هدينا وطلع الصبح. يقول يوم طلع الصبح استوعبنا انه خوينا خالد لسه باقي مو معانا، لسه باقي في البيت. يقول رحنا ركض للبيت مباشرة وندق على خالد على جواله ما يرد، جواله مقفل. يقول قررنا ندخل ويوم دخل وهنا الصدمة اللي خلتنا انه نركع في الارض. يقول لقينا جوال خالد في الدرج مرمي ومكسور، اخذناه طلعنا مباشرة الدور الثاني. حرفيا الدور الثاني كان فاضي ما في شيء ابدا، يعني العفش القديم اللي كان فيه ما هو موجود، الاثاث القديمة اللي كانت موجودة ما هي فيه المرة هذه. البيت فاضي كان جدا فاضي. يقول مرت الاسابيع والايام، يقولون اهالي خالد انهم يسمعون واللي حوله انه في صوت يطلع من البيت هذا. يقال انه صوت خالد وصوت العجوز اللي كانت تغني،
ويومنا هذا ما حد يدري هل هو خبر صحيح أو الخبر مزيف ولا إيش السالفة. وبالمناسبة إلى يومنا هذا إلى سنة 2025 ما حد يدري إيش صار على خالد، هل هو حي أو ميت أو في العالم الآخر. وبس والله إلى هنا انتهينا من القصة. نشوفكم مقطع جديد. كان معكم أخوكم محمد، في أمان الله.